oddly satisfying videos، يعني فيديوهات مريحة ومرضية بشكل كبير. ما سألتش نفسك قبل كده ليه فيديوهات زي فيديوهات تقطيع الصابون، تنظيف السجاد، والبرطمانات اللي بتتدحرج على السلالم تتكسر، كل الفيديوهات دي مريحة ومرضية بالنسبة لك بشكل كبير؟ ايه الشيء المريح اللي محببك فيها للدرجات واللي بيخليك ممكن تقعد 10 دقايق او ربع ساعة او يمكن اكتر كمان تشوفها من غير ما تحس بضياع الوقت؟ الفيديوهات دي بقت موجودة بشكل كبير جدا على كل البلاتفورمز على السوشيال ميديا، ولو بصيت على المشاهدات بتاعتها هتلاقيها ملايين. الفيديوهات دي فعلا مريحة لدماغك، ودماغك بتدفعك انك تشوفها، ومش بس تشوفها، ده كمان تستناها لما تخلص. طيب ايه السر ورا الفيديوهات دي؟ هحكي لك. علم النفس في الموضوع ده قال بعض النظريات ورا الفيديوهات دي، واللي من ضمنها انك لما بتشوف نوعيه الفيديوهات دي فده بيخلق حاجه في دماغك اسمها مايند فلو او التدفق العقلي، ودي تعريفها بالبلدي كده حاله من التركيز الابداعي. فيها بتبقى حاسس انك مسيطر على افعالك، فاقد الاحساس بالوقت، ومستمتع باللي انت بتعمله حتى لو بلا هدف، اللي هو بالظبط كده انت طلقت العنان لنفسك. زي بالظبط انك تاخد عربيتك بالليل وتفضل سايق وبتسمع اغاني بدون ما تبقى عايز توصل لمكان معين، او انك تمسك ورقه وتفضل تشخبط او تعمل اشكال منتظمه فيها بس في نفس الوقت اشكال ملهاش معنى. الفيديوهات دي بتخلق نفس الحاله بالظبط، هي بتنسيك تركيزك في اي حاجه تانية وبتفقدك الاحساس بالوقت وبالعالم الخارجي، وده لو تعلمون يعني شعور جميل، وخصوصا لو انت متوتر. بعض العلماء النفسيين التانيين عندهم تفسير تاني، وهو اكتر يخص الجزء بتاع انت ليه بتستنى الفيديوهات دي لما تخلص، مش بس اول دقيقه وبعد كده بتقلبه. زي مثلا انك تبقى بتشوف فيديو لشيف بيزين تورته، او فيديو لواحده ست بيت بترتب البيت بتاعها بطريقه منظمه. وتفسيرهم للموضوع ده وهو ان اكتمال الحدث اللي انت بتشوفه في الفيديو ده بيخلق نفس رد الفعل في دماغك اللي بيحصل لك لما بتنجز حاجه حقيقيه في حياتك. فباختصار كده اكتمال الحدث اللي انت بتشوفه دلوقتي ده بيخلق عندك نوع من الرضا. انت لما بتنجز حاجه في حياتك او بتخلص حاجه في يومك انت كنت مرتب انك تخلصها، فدماغك هنا بتكافئك ان هي تدي لك شويه دوبامين او هرمون السعاده، وهو ده نفس الدوبامين او نفس رد الفعل اللي دماغك بتعمله لك لما بتشوف فيديو فيه حدث خلص وانتهى. والجزء الثاني بقى وهو طبيعه في الانسان، وهو عكس الجزء اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي، وهو انك لما بتسيب حاجه لسه مش خلصانه او مش مكتمله فانت بتحس انك مش مرتاح نفسيا وبتفضل مركز عليها لغايه ما بتخلصها. في 1927 في تجربه مشهوره جابوا فيها 32 شخص وادوا لهم حوالي 20 مهمه يعملوها، بس ما كانتش مهمات صعبه يعني، كانت حاجات سهله، وحطوا لهم وقت بحيث ما يكفيش ال 20 مهمه، وبالتالي الناس دي هتضطر ان هي تستغنى عن بعض المهمات. وبعد ما الوقت خلص طلبوا منهم ان هم يكتبوا المهمات اللي كان المفروض يعملوها، لقوا ان معظمهم كتبوا في الورقه المهمات اللي هم ما لحقوش يخلصوها اكتر من المهمات اللي خلصوها، وده اللي اتسمى بعد كده بتاثير اسمه زايجرنيك افكت او بتاثير زايجرنيك، نسبه الى العالمه اللي اخترعت او اكتشفت التاثير ده. وده اختصارا كده برضه عشان تبقى مجمع معايا، وهو ان دماغك بتفضل مركزه على الاحداث الغير مكتمله لغايه ما تخلص، فانك تشوف الحاجه لاخرها طمن ان هي اتعملت بشكل نهائي وبالشكل اللي انت مستنيه او متوقعه ان هي تخلص بيه، فده بيدي لك دوبامين او هرمون السعاده في جسمك. طيب في نوعيه فيديوهات تانية وقد تبدو عقيمه شويه ولكن احنا برضه بنحب نشوفها، زي مثلا الازايز اللي بتتكسر على السلالم، او ازازتين يفضلوا رايحين جايين في وش بعض لغايه ما يخبطوا في بعض. في راي هنا لبعض علماء النفس بيقول ان دماغ كل واحد فينا بيبقى ليها تفضيلات لحاجات معينه عن غيرها، زي مثلا ان دماغنا بتحب تشوف الجيومتريكس او الاشكال الهندسيه المنتظمه، خطوط منحنيه بانتظام، دواير مظبوط. دماغنا بتحب السيمتري او التماثل الهندسي، بدليل ان دراسات كتيره لما اتعملت لقت اننا بنفتكر اكتر الاشكال المنتظمه او التصاميم اللي اجزائها راكبه على بعض بشكل متماسك. ده حتى في وشوش الناس اللي بتقابلهم انت هتلاقي نفسك بتحب تبص وبترتاح اكتر للملامح المتماثله او الوش المتماثل اللي تحس ان نصينه متماثلين او على مسافات متساويه من بعض. وزي ما دماغك بتحب التماثل فهي اكيد برضو بتحب حاجه اسمها الباترنز او الانماط الثابته، وبالتالي انت هنا بتحب تشوف الفيديوهات اللي الحركه فيها بتبقى متكرره بنمط ثابت، لان دي النوعيه اللي دماغك بتحبها. ففي الاخر كل دي نظريات علماء النفس حطوها بناء على المعلومات اللي احنا توصلنا لها من العقل البشري، بيحب ايه، بيكره ايه، بيفضل ايه، بيفهم ايه اسرع من ايه، ولكن مفيش تفسير او نظريه فيهم اصح من الثانيه او صح في المطلق. ولكن الاكيد ان الفيديوهات دي فعلا مريحه لناس كتير وبتحسس مجموعه كبيره بالرضا. فلو فهمت دلوقتي السبب ورا الموضوع ده وعجبك الفيديو تقدر تعمل لايك وشير وسبسكرايب للشانل عشان تشوف كل الفيديوز الجايه، واستاذنك اسيبك دلوقتي عشان اروح اتابع الازاز اللي بتدشدش على السلام.